تجارة الأعضاء البشرية جريمة ضد الإنسانية. ما تخليش حاجة اسمها دي حالة إنسانية تضحك عليك، لأن في ناس كتير بتتاجر في الأعضاء البشرية وتقولك أنا بساعد مريض محتاج، ولكن في الحقيقة القانون المصري بيعتبر هذا جريمة منظمة وبيعاقب عليها. بيعاقب عليها بالسجن المشدد وبيعاقب عليها بغرامات ضخمة، لأنه طبقا للمادة رقم 17 في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية أن كل من شارك في عملية زرع أو نقل الأعضاء البشرية بمقابل مادي فسوف يعاقب بالحبس المشدد من 5 سنوات ل10 سنوات. أيضا قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد لو ترتب على هذه الجريمة وفاة المتبرع أو فقدان عضو أساسي. خد بالك كمان، حتى لو أنت كنت مجرد وسيط في الجريمة، أنت في هذه الحالة أصبحت شريك في الجريمة. حتى لو أنت كنت عارف، حتى لو أنت وفاء، أنت في هذه الحالة أصبحت شريك في الجريمة وسوف تعاقب. وأخيرا كان معكم مروان في معلومات قانونية.